السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا عشان نعمل مع بعض ان شاء الله طريقه عمل العجه اللي هي بالبيض والخضره والبصل بتاعت زمان بقى، بتاعت جداتنا ومامتنا، وفكرنا بالايام الجميله. بصوا يا حبايبي، انا معايا هنا الزيت سخنته بس عشان البصل ما ياخدش وقت معايا وينزل ميه بقى وتفضلي تقلبي فيه فتره طويله قوي. انا سخنت الزيت كويس قوي ونزلت بالبصل يا ولاد زي كده، كنت فرماه في الكبه. معايا كيلو من البصل، بصوا اهو، ده كيلو من البصل. هعمل النهارده صينيه عجه كده ب7 بيضات، تمام. ومعايا حزمتين من الكزبره وحزمه من الشبت، طبعا غسلاهم وعاملاهم في الكبه، مقطعاهم زي الفل معايا، تمام. بصوا، وهنا بكسر البيض على ما البصل يتحمر. جهزت بقى الحاجات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. هكسر بقيه البيض برضو عشان بس بحب انزل بالبيض في الطبق، لا يكون في بيضه لا قدر الله فيها حاجه ما تبوظش الدنيا كلها. هنا معايا دي الخضره يا ولاد، وحط عليها معلقه هريسه الشطه، عامله فلفل احمر كده، انا ببقى مفرزاه فحاطه منه معلقه، تمام. هنا بقى بحط التوابل بتاعتي بقى، الملح والفلفل والكمون، شويه شطه. حطي بقى التوابل اللي انت حابه تحطيها. هنا بقى البصل اتحمر معايا، انا حاطه هنا كده، بصوا يا ولاد، دي المصفى وحاطه تحتيها السلطانيه بتاعتي علشان عايزه اصفي الزيت، انا مش عايزه فيها زيت خالص خلاص. هنا بدأت افضي البصلة على الخضرة ونزلت بالبيض على الخضرة، طبعا حطيت التوابل بتاعتي والملح والكلام ده كله، تمام. هنقلب كل الحاجات دي بقى مع بعض. بصوا معايا هنا بقى يا ولاد، بصوا خلي بالكم، حطيت معلقه، نص معلقه كربوناتو اساسي. الكربوناتو يا ولاد هي اللي بترفع العجه، ده اساسي طبعا فيها. بصوا هنا حطيت معلقتين من الدقيق، دوبتهم في معلقه ميه عشان بس ما يكلكعش، ونزلت بيهم عليهم وقلبت كل المحتويات بتاعتي وفضيتها في الصينيه. ادي كل الحكايه. ومعايا الفرن مشغلاها قبلها طبعا بحوالي 10 دقايق، دخلتها الفرن يا ولاد. بصوا خرجت معايا، هي خدت معايا مني في الفرن ربع ساعه بالظبط، وطلعتها زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. والله العظيم هتعجبكم جدا، حلوه قوي. دي العجه يا ولاد على اصولها، كانت جدتي بتعملها الله يرحمها والله. بصوا احنا معتمدين الطريقه دي من قديم الازل، من ايام ما كنا صغيرين كمان كانت ماما بتعملها لنا. بصوا يا حبايبي، كانها كيكه اسفنجيه يا ولاد والله العظيم. بصوا هشه معايا وجميله وتحفه. جربوها حبايب قلبي ان شاء الله هتعجبكم، طريقتها حلوه جدا. يلا يا حبايب قلبي تعملوها ان شاء الله كده وتاكلوها بالف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، ان شاء الله تطلع معاكم جميله وتعجبكم. بالهنا والشفا حبايبي، يلا سلام عليكم.